السلام عليكم. معاكم يوسف نبيل، ودي قناة كل شبر في مصر والعالم. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير. لما بنفكر في المدن الجديدة القريبة من القاهرة، فأول حاجة بتخطر على بالنا هي القاهرة الجديدة والتجمع والشروق ومدينتي و6 أكتوبر والشيخ زايد. لكن تعالوا نعرف مدينة العبور، مكانها وتخطيطها ومميزاتها وعيوبها. دي مصر بلدنا، ده نهر النيل، هنا القاهرة في الشرق وهنا الجيزة في الغرب. ده الطريق الدايري حوالين القاهرة الكبرى، وده الدايري الأوسطي، وده الدايري الإقليمي. ده طريق بلبيس الصحراوي، وده طريق الإسماعيلية الصحراوي، وده طريق السويس، وده طريق العين السخنة، وده طريق الإسكندرية الصحراوي، وده محور 26 يوليو. هنا وسط البلد عتبة، رمسيس، تحرير. في الناحية الشرقية هنلاقي هنا المقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة ومطار القاهرة ومدينة السلام ومدينة النهضة. وهنا التجمع الخامس والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينتي والشروق وهليوبلس الجديدة وبدر وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان. وفي الناحية الغربية هنا حدائق الأهرام وحدائق أكتوبر والشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة السادات، وهنا النوبارية الجديدة. ده مطار القاهرة، وده شارع جسر السويس، بتمشي فيه باتجاه شمال شرق، فبتوصل للطريق الدايري وكوبري السلام الجديد ومحطة عدلي منصور. امتداد جسر السويس بعد الطريق الدايري هو بداية طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، بتمشي مسافة 5 كيلو على طريق إسماعيلية، فبتلاقي سوق العبور على شمالك، وبعديه مباشرة تقدر تدخل مدينة العبور من مدخلها الرسمي الرئيسي. الطريق ده اسمه محور العبور، وهو الشريان الرئيسي والطريق الرئيسي في مدينة العبور، وهو طريق عريض جدا وعلى جوانبه مساحات خضراء كبيرة جدا بالنسبة لمدينة مصرية. يعني هي دي العبور. بنتكلم عن مدينة طولها حوالي 13 كيلو متر. العبور هي المدينة الواقعة في شمال شرق القاهرة، بين طريق الإسماعيلية الصحراوي جنوبا وطريق بلبيس الصحراوي غربا والطريق الدايري الأوسطي شمالا، ومنطقة استصلاح أراضي اسمها جمعية أحمد عرابي من الناحية الشرقية. ومدينة العبور تابعة لمحافظة القليوبية اللي عاصمتها مدينة بنها، ومش تابعة لمحافظة القاهرة زي مدينة الشروق وبدر وحدائق العاصمة، ومش تابعة لمحافظة الشرقية زي العاشر من رمضان. الجزء الكبير ده في جنوب غرب العبور هو منطقة صناعية كبيرة طولها أكتر من 5 كيلو، وموجود سوق العبور في بدايتها على طريق الإسماعيلية. في مستطيل صحراوي كبير في بداية المدينة من الناحية الشرقية. بعد الصحراء هيقابلك على إيدك اليمين شبه مربع اسمه جولف سيتي العبور، طوله حوالي 1.5 كيلو في 1.5 كيلو. والناحية الغربية طبعا المنطقة الصناعية. بعد كده شريط ضيق اسمه بيت الوطن، بعديه على طول الحي السابع، والغرب برضه هتلاقي المنطقة الصناعية. بعد كده الحي السادس. وعلى الناحية الغربية في شمال المنطقة الصناعية مباشرة توجد مساحة أرض مستطيلة طولها 1600 متر، هيتعمل فيها فرع لجامعة عين شمس إن شاء الله حسب المخطط، لكن التنفيذ متوقف حاليا. بعد كده المساحة الكبيرة دي هي الحي التاسع. بعد الحي السادس هتلاقي الحي الخامس، والناحية التانية شمال الحي التاسع هتلاقي الحي الترفيهي. وبعد الحي الخامس هتوصل لأقدم حي اللي هو الحي الأول، وبعد كده الحي التاني، والناحية اللي هنا اسمها إسكان الشباب، وده الحي التالت، وده الحي الرابع، وأقصى الشمال الحي الثامن والإسكان القومي وإسكان المستقبل. وتوجد منطقة صناعية أخرى في شمال غرب المدينة، وما ظنش إنه كان مخطط في البداية إنشاء منطقة صناعية في شمال غرب المناطق السكنية، لأنه ده ممكن يسبب تلوث بسبب اتجاه الرياح السائدة في مصر. أما مدينة العبور الجديدة فهي الامتداد الأبعد للعبور ناحية الشمال والشمال الشرقي. تنقسم العبور الجديدة إلى مناطق الحرية، المجد، الكرامة، الياقوت، الفيروز. طيب احنا كده كل اللي عملناه اننا عرفنا موقع المدينة والمخطط العام ليها. عاوزين بقى نشوف العبور من جوه شكلها ايه وفيها ايه. لكن
مستحيل في فيديو واحد أعرفك كل حاجة في مدينة العبور، لأنها مدينة كبيرة جدا ومش كلها مستوى سكني واحد، لكنها مختلفة جدا من أصغر الشقق والمساكن الشعبية لأكبر الفيلات، وكل حي فيها محتاج فيديو تفصيلي لوحده. لكن كل مناطق العبور بيجمعها الطرق المرصوفة والتخطيط الممتاز، وهي مدينة متكاملة المرافق والخدمات من مدارس ومولات ومحلات واتصالات وإنترنت وغاز طبيعي وكهرباء وطرق جيدة. والعبور فيها بنية أساسية ممتازة. وأكيد الخريطة عرفتكم إن العبور هي من أقرب المدن الجديدة للقاهرة ومصر الجديدة ومطار القاهرة. كمان الهواء في العبور نقي لأنه بتجيلها الرياح الشمالية والشمالية الغربية من المناطق الزراعية في دلتا النيل. وأنا أطالب أهل العبور وأهل أي مدينة في مصر بالتعاون والاتحاد والمحافظة على نظافة مدينتهم ونظامها، وإنهم يحاربوا أي مظاهر العشوائية تظهر في المدينة، ويستمروا في مطالبتهم لجهاز المدينة وفي الضغط عليه دايما لبذل المزيد من الجهد علشان يستمر في التطوير الهادف وفي النهوض بالمدينة، لأنه البيئة اللي انت هتعيش فيها هي ما ترضاه انت لنفسك. ولو انت رضيت وسكت على اي فوضى او اهمال او تكسير للشوارع، فساعتها انت تستاهل الوضع اللي هتعيش فيه، لانك انت اللي سكت وما اشتكتش. من فضلك لو انت ساكن في العبور عرفنا في التعليقات الحي اللي انت ساكن فيه، وايه هي مميزاته وايه هي عيوبه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.